السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم حبايبي في قناتي مطبخ إيمان. النهاردة هنعمل مع بعض الحواوشي بالعيش المصري. هنعمل حاجة كده جميلة جدا، هنعمل حوالي 30 رغيف حواوشي وبطريقة اقتصادية جدا، هتاكلي لما تشبعي من الحواوشي، وبإضافة حاجات موجودة عندك في البيت هتضاعفي الكمية. وأول حاجة معانا هنا في المكونات، معانا 3 بتنجانات كده صغيرين، قشرناهم وقطعناهم وفي الكبة كده وفرمناهم. ومعايا هنا 600 جرام من اللحمة المفرومة. اللحمة دي كانت موجودة عندي وانا فرمتها تمام، وحطيت عليهم 300 جرام من الدهن، لان اللحمة ديت مفيش فيها نسبة دهون خالص. وطبعا بنحط البصل بنفس كمية اللحمة، يعني انت عندك نص كيلو لحمة بتحطي نص كيلو بصل، فنفس الكمية لازم تبقى متساوية في البصل بالذات. وما تقلقيش من وجود البصل الكمية الكبيرة، لانه هو ما بيبانش اصلا في الحواوشي. ومعانا هنا 3 معالق كبار من الجزر المفروم، ودول ربع كيلو من الفلفل. عندك بقى فلفل احمر فلفل اخضر المتوفر عندك. ودول ال3 بتنجانات اللي احنا فرمناهم في الاول. طبعا لونهم بيغير لما بيقعدوا، لان البتنجان فيه نسبة حديد عالية. ودلوقتي هضيف كل المكونات اللي قدامنا دي على بعضها كده في قلب بولة غويطة. ودلوقتي هنضيف البهارات. معانا هنا معلقة كبيرة من بهارات اللحمة، وهنزل عليهم بمعلقة صغيرة كده من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الكباب الصيني، وده اهم بهار في عمل الحواوشي. ودلوقتي معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، وبعد كده هننزل بنص معلقة كبيرة من الملح. ونقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعضها. وهنا لما جيت اقلب لقيت الطبق صغير على المكونات اللي موجودة فيه دي كلها. الخلطة بتاعت الحواوشي طلعت كمية كبيرة، فما نفعش الطبق دوت، فجبت طبق تاني استبدلته بطبق تاني، ورحت مكملة تقليب بقى بايديا كده عشان اضمن ان كل المكونات تختلط ببعضها. ومعايا هنا 3 اكياس من العيش، كل كيس من دول فيه 10 ترغفة. لما بتيجي تشتريه من الطابونة بتقولوا انا عايزة عيش للحواوشي، عشان بيبقى عنده عيش مركون كده على جنب لوحده خاص بالحواوشي بس، بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده، ما بيكونش متحمر قوي. ودلوقتي هنفتح العيش اللي موجود معانا دون، هنجهزه بقى كده عشان خاطر نحشيه. ودلوقتي باخد كورة كده من اللحمة، بملى بيها قبضة الايد كده اهو، بملى بيها ايدي كده، بعملها كورة واحطها في قلب الرغيف، وبعد كده ببططها كده اوزعها في قلب الرغيف كله. بص تلاقي الرغيف معاكي ما شاء الله مليان كده ومتغذي بالحشو، جميل جدا. ودلوقتي هحشي بقى كل كمية العيش الموجودة معانا بنفس الطريقة. ويا ريت يا امارات ما تنسوش تدعمونا باللايك، واللي بيشوفنا لاول مرة اتمنى ينورنا بالاشتراك. ودلوقتي بعد ما حشينا كل كمية العيش الموجودة معانا، هنجيب الصواني اللي هنسوي فيها، هندهنها بالزيت ونزود الزيت شوية. وفي نفس الوقت بعد ما بنرص العيش في قلبها الرغيفة بتاعت الحواوشي بندهنها من فوق برضه بمسحة كده من الزيت. ودلوقتي الفرن اصبح جاهز، هنروح نسوي بقى الحواوشي. واثناء ما بتكوني بتسوي كده الحواوشي تخلي النار متوسطة، ما تعليش النار عشان نضمن ان الحشو يستوي كويس. وبعد ما بتلاقي الحواوشي احمر معاكي كده من فوق ومن تحت، بتمسكي رغيف الحواوشي وتقلبيه. ليه بنقلبه؟ عشان خاطر دلوقتي الدهن اللي موجود في قلب الرغيف لما بيسيح بينزل لتحت، فاحنا عايزين الرغيف الحواوشي كله يشرب من الدهن، وفي نفس الوقت هتاخدي تسوية ممتازة. انت عندك اللي بيجي يسوي بره دايما بيقلب الرغيف الحواوشي كده ليه؟ عشان يستوي كويس، وفي نفس الوقت الدهن يبقى متغلف بالرغيف كله. شايفة الارضية بتاعت الرغيف الحواوشي واخدة لون جميل خالص ازاي؟ والله احلى من اللي احنا بنشتريه بكتير. ولعلمك طعم البتنجان وطعم الحاجات اللي احنا اضفناها في قلب الخلطة مفيش فيها حاجة باينة خالص. الدهون اللي نازلة مع البهارات مع اللحمة، يعني التتبيلة كلها كله مغطي على بعضه، بس اللي بارز معاكي انك بتاكلي حواوشي طعمه ممتاز جدا، احلى من اللي بتشتريه بره بكتير. وفي نفس الوقت انت وفرتي وعملتي كمية كبيرة والكل هياكل منه لحد ما يشبع. شايفين ما شاء الله العيش عمال يفتح كده من كتر الحشو اللي في قلبه. وبصوا بقى كده يا امارات واحنا بنقلب الحواوشي، شوفي كده بصي لاحظي كده يا قمرية، هتلاقي كمية الدهون اللي نازلة من الرغيف. شايفة عمال بيسقط ازاي، عمال ينقط دهون ازاي. دي الدهون اللي موجودة في قلب الحواوشي من جوه.
ده كده يعتبر الحواوشي الصح. ده هيديكي نفس النتيجة اللي انت بتشتريه من بره بالظبط واحلى كمان. اهم حاجة في عمايل الحواوشي انك تكوني مخلياه دسم. وهنا بقى قدمت جنبه سلطة الطحينة والكاتشب. ما شاء الله شوية حواوشي بألف هنا وشفا، احلى من اللي بنشتره من بره بكتير. بس طبعا هنا شايفة الحواوشي قلبه عامل ازاي، الحشو بتاعه ثابت، ولا كش ولا خس ولا حاجة خالص، ومش باين فيه اي حاجة من الاضافات اللي احنا حطيناها، باين ان هو حواوشي. وكمان ريحته من اول ما دخل الفرن عملت قلبان في المكان. لو جربتوه مش هتبطلوا تعملوه، وانا عملته معاكم قبل كده بكذا طريقة، هسيبها لكم في صندوق الوصف بحيث كل واحد يعمل بالطريقة اللي تناسبه. وممكن يا حبايبي تشيلوا الحواوشي بدون تسوية في الفريزر وتطلعيه عند الاستخدام.